السلام عليكم. حصلت المسروقات $7000، 7000 ريال، 50000 جنيه مصري، موبايلات، ساعات، منها ساعات رولكس، شفاطات، زي ما بيقولوا برضو الحاجات اللي هي بتاعت الشعر دي معرفش اسمها ايه، حاجات كتيرة قوي. دي حصيلة المسروقات اللي ضبطت مع اكتر من 5 متهمين اللي قاموا بقتل احد القادة العسكريين اليمنيين اللي كان متواجد في مصر. احد القواد اليمنيين اللي معروف جدا، واللي كان مؤجر شقة في شارع العشرين في القاهرة، تحديدا في منطقة الجيزة، وعايش هناك. وقعد اديله من اسبوع كان في تركيا، وبعد كده جه على مصر وقعد في مصر الفترة دي كلها. بعدها على طول اخوه اللي اتصل بيه اكتر من مرة وما كانش بيرد نهائيا عليه، الاخ اللي راح لاخوه المكان او الشقة المؤجرة